لامين يامال لاعب كيلعب في البارسا، كلكم ما تكونوا كتعرفوه. دابا تقريبا تزاد وكبر في اسبانيا، درج في الفئه السنيه ديال البارسا، مثل المنتخب ديال اسبانيا ديال قل من 15 عام، قل من 17 عام، غير داك التخربيق ديال الفئات السنيه كان كيلعب معاهم، هو كان ديما كيتسدى معاهم وكانت عنده مكانه ديالو حتى هو تما. ولكن ديما كان كيفتخر بكونه مغربي، وكان ديما كيبغي يجي للمغرب، والاب ديالو حتى هو زرع فيه داك الحب ديال المغرب وديال البلاد. ومع مرور الايام ولا كيلعب في البارسا وطلع ليسبوار، ومورا ليسبوار غادي يطلعوا في العهد ديال تشافي ارنانديز الفرقه الاولى، زعما البريميرا اللي كيقولوا لها شي حاجه بحال هكا. المهم الفرقه الاولى ديال البارسا اللي كيلعبوا فيها النجوم دابا بيدري، غافي، ليفاندوفسكي، بزاف ديال اللعابه كبار كيلعبوا في البارسا دابا، ولا حتى هو واحد منهم. ومورا التالق ديالو بدا كيلعب مزيان، وهادي غادي يجي توقف الدولي اللي كاين دابا، وغادي يوقع هو وغادي يوصل لواحد المنعطف اللي غادي خصو يختار المنتخب اللي غادي يلعب معاه. فالاختيارات اللي عنده غينيا السوائيه بلاد ديال مو، وعنده اسبانيا اللي كبر فيها وعاش فيها، عنده جنسيه ديالها وقيلا، وعنده المغرب بلاد ديال الاب ديالو. غينيا الاستوائيه خارجه من السباقيه في الغالب، وكتبقى اسبانيا والمغرب هما جوج ديال المنتخبات اللي كيتنافسوا عليه، وكلشي باغي يديه يجيبو لعندو باش يلعب لصالحو ويمثلو احسن تمثيل. ودابا الصحافه الاسبانيه كتضغط عليه باش انه يختار المنتخب ديالها، غتبغي تجي مع بلادها وكذا. والمغرب حتى هو ضروري غادي يكون داير مجهدو باش انه يجيب هاد الموهبه هادي اللي كبيره، يجيبها للمنتخب حتى هو، بحال اللي سبق له دار مع بزاف ديال اللعابه اللي كانوا كبروا في دول غربيه، وفي الاخر اختاروا المغرب واخا هكاك بلاد ديال الاجداد ديالو. المهم بالنسبه لامين يامال، فإلا اختار اسبانيا غادي يستافد من بزاف ديال الحوايج، اما كونه عنده جنسيه اسبانيه فالقيمه السوقيه ديالو غتكون طالعه بزاف، فراقي غادي يعرفوه كذا. زيد عليه انه غيلعب ماتشات مع دول اوروبيه اللي هما اللي مسيطرين على الكره في الغالب، وغادي يكون محط انظار لبزاف ديال الناس اللي مهتمين بالكره. زيد عليه انه يقدر الى تشهر وكان لعب مزيان وبقى مكمل في النيفو ديالو وطورو بزاف، يقدر انه يتنافس على البالون دور، وديك الساعه تكون عنده افضليه بفضل الجنسيه الاسبانيه اللي غتكون عنده الا مشى تختار اسبانيا. في الجهه الاخرى الا مشى تختار المغرب فراه غادي يكون حقق الحلم ديال الاب ديالو اللي ديما كيبغي المغرب وديما كيجي، طبيعه الحال مغربي بحال كاع المغاربه غادي، والى اختاروا فغادي يفرحوا، ويقدر يدافع حتى هو على الالوان ديال المنتخب، وعلاش اللي يحقق انجازات الكبار بحال اللي شفنا دومي فينال في كاس العالم، وشفنا كوب دافريك اللي المغرب دابا منافس عليها وبقوه ومرشحين الكبار ليها باش يديوها وباش يجيبوا اللقب الثاني من النجمه الثانيه من بعد كاس افريقيا ديال 1976. ومشى لهنا دابا مازال لامين يامال ما قال والو على هادشي هذا، ومازال ما حسنش في الاختيار ديالو، ويقدر يحسن في الايام القادمه، وغالبا يقدر يختار بلادو حيت المغرب ضروري يكون يتواصلوا معاه، ويكون في الفتره هذه ديال المغرب دابا وكذا كدوز من واحد المرحله ديال الازدهار. يقدر يختار حيت غادي يثق في المشروع ديال المغرب، ويقدر يختار اسبانيا بحكم انه تزاد فيها وكبر فيها، والمسيره ديالو تقدر تكون حسن معاها. هادشي بحكم تجارب ديال الناس اخرين، وهادي واخا ماشي كلشي وقع له هادشي، كاين اللي واخا اختار الدوله ديال اللي زاد فيها وكبر فيها وهادي، ولكن الكارير ديالهم ما مشاتش مزيانه، على عكس وحدين اخرين اختاروا البلاد ديال الاصل ديالهم ديال الاجداد ديالهم ومشات الكارير ديالهم مزيانه. المهم حتى هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. شي كفيديو اليوم حاولت نضرب لكم دويره على هذا المشكل اللي كاين دابا، ماشي مشكل هو ديال القرار وهادي ديال لامين يامال، هو شي كان فيديو اليوم. نلقاو فيديو جاي ان شاء الله.